ادينا لاول مره هنفتحه مع بعض زي ما احنا شايفين اهو. ادي الموبايل وهنقوم بتشغيل الجهاز زي ما انت شايف، ودي لاول مره الموبايل فعلا بيشتغل فيها. بس قبل ما ابدا معاكم طبعا كنت عودتكم كلكم في كل الفيديوهات بتاعتي ان كل المتابعين بتوعي لازم في كل فيديو بيكون لهم هدايا، والنهارده عشان احنا جايين نقدم مراجعه هيكون الهديه بشكل مختلف، وهي السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. طب يا شباب النهارده زي ما قلت لكم النهارده معايا الايفون 14 برو ماكس والايفون 13 برو ماكس. طبعا الاثنين زي ما انتم شايفين الاثنين الحظ ان هما الاثنين لونهم جولد. طبعا الحاجه الوحيده اللي ممكن تخليكم كلكم تاخدوا بالكم بين الايفون 14 برو ماكس وال13 برو ماكس هو النوتش اللي موجود في الشاشه زي ما احنا شايفين كده مع بعض. النهارده انا مش جاي اتكلم معاكم خالص بلغه الارقام، ولكن جاي اتكلم معاكم من تجربه الاستخدام اللي احنا جربناها من خلال تجربه 6 شهور بالظبط للموبايلين. طيب انا النهارده هقول لك الفروقات اللي انت ممكن تلمسها، وفي نفس الوقت هل فعلا لو انت ناوي تجيب الايفون 14 برو ماكس فده يستاهل ولا لا. بس قبل ما ابدا معاكم طبعا كنت عودتكم كلكم في كل الفيديوهات بتاعتي ان كل المتابعين بتوعي لازم في كل فيديو بيكون لهم هدايا بشكل معين. يعني مثلا لو احنا بنقدم اسعار الموبايلات مستعمله زي السلسله اللي فاتت، بيكون في مثلا موبايلين للمتابعين بتوعنا باسعار مميزه جدا جدا وخصومات قويه. والنهارده عشان احنا جايين نقدم مراجعه هيكون الهديه بشكل مختلف، وهي كارت شحن بقيمه 50 جنيه. طيب انت ممكن تفوز بيه ازاي؟ انا هحط لكم اعداد من 1 ل 5 على مده الفيديو كلها. كل اللي مطلوب منك اول واحد هيقول لي الدقائق اللي بيظهر فيها الارقام من 1 ل 5 هيحطها لي في الكومنت، هو ده اللي هيفوز معايا بكارت الشحن وهيوصله فورا. طبعا قبل ما ابدا بقى معاكم في الفيديو ما تنساش تحط لايك للفيديو عشان يوصل لاكبر عدد من الناس، ولو انت مش مشترك في القناه يشرفني وجودك. يلا بينا ندخل في الشرح على طول عشان ما اطولش عليكم في المقدمه. طب بصوا بقى يا شباب مبدئيا كده مع بعض، انا النهارده جاي اقول لك ال14 برو ماكس يستاهل ان انت تشتريه ولا لا. بس هوريك حاجه دلوقتي تقريبا ممكن تقول لك الاجابه قبل ما نبدا في الشرح خالص، وهي الايفون 14 برو ماكس. لسه الموبايل زي ما احنا شايفين، تعالى كده اوريك معايا، يلا بينا. زي ما انت شايف كده بالظبط معايا، ادي الموبايل اهو زي ما انت شايف، وده الايفون 14 برو ماكس بالمنظر ده، وادينا لاول مره هنفتحه مع بعض زي ما احنا شايفين اهو. ادي الموبايل وهنقوم بتشغيل الجهاز زي ما انت شايف، ودي لاول مره الموبايل فعلا بيشتغل فيها الايفون 14 برو ماكس زي ما شفنا دلوقتي كده مع بعض. وادي المشملات بتاعته كلها لسه موجوده جوه الكرتونه اهي زي ما احنا شايفين، وادي الموبايل زي ما انت شايف اهو. وده معناه ان الموبايل فعلا يستاهل ان انت تشتريه بنسبه 100%. طيب ليه بقى الموبايل يستاهل ان انت تشتريه؟ انا يمكن حرقت لك الاجابه في بدايه الفيديو. طب حد فيكم هيقول لي انت قلت لي في بدايه الفيديو بعد تجربه 6 شهور وانت ازاي لسه بتفتح الموبايل؟ هقول لكل المتابعين اللي عندي انتوا كلكم عارفين ان ده مجال شغلي زي ما فهمتكم مره واثنين، ومن واقع شغلي ان انا الموبايلات دي بتبقى معايا دايما باستمرار وبجربها وبشتغل عليها، لان انا عندي ستور، فبالتالي الموبايلات دي كلها بتكون في ايدي بكل سهوله وبتجيلي يوم واثنين وبفضل شغال بيها. ولكن انا عشان ارتحت مع الموبايل فبالتالي فضلت ان انا اشتري الموبايل جديد ويكون معايا. لكن بالنسبه لتجربه الاستخدام انا حافظ تجربه الاستخدام بنسبه 100% سواء الايفون 13 برو ماكس او الايفون 14 برو ماكس. طيب اول حاجه ممكن نتكلم فيها وهو الديزاين الخاص بالموبايل. لو جينا بصينا مبدئيا كده لشكل الموبايلين عامه، الاثنين تقريبا ما فيهمش اي اختلاف خالص. يعني لو انت ماسك الايفون 13 برو ماكس او الايفون 14 برو ماكس مش هتقدر تطلع اي اختلاف بينهم نهائي. ولكن الفرق الوحيد اللي لو ركزت فيه لو الموبايل مقفول ممكن يكون بروز الكاميرا الاكبر شويه في ال 14 برو ماكس، وده طبعا للنقطه اللي هنجي لها قدام شويه، وهو بسبب قوه الكاميرا ان هي 48 ميجا بكسل. لكن لو الموبايل اشتغل على طول هتقدر تاخد بالك من الايفون 14 برو ماكس او ال 13 برو ماكس من خلال النوتش الجديده اللي موجوده في الموبايل، واللي فيه كتير جدا يعتبر ان ده ممكن يكون عيب. ولكن بكل صدق انا لو خيروني تاخد شاشه كامله مثلا تقدر تشتغل عليها في الايفون مثلا 14 برو ماكس، ولا تاخد النوتش الجديده اللي هي الدايناميك ايلاند اللي هي نزلوها جديده وفيها اوبشن قوي جدا، هتختار انهي؟ طبعا في ناس كتير ممكن تختلف معايا، ولكن انا جاي انقل لك تجربتي من خلال يعني رايي انا الشخصي، مش من خلال ان انا بقول لك ان رايي ده هو الصح او الغلط. انا بالنسبه لي الدايناميك ايلاند ده فعلا ممتاز جدا، وعايز اقول لك بيقدم لك تجربه استخدام في السوفت وير ممتازه جدا. وعايز اقول لك ان لسه شركه ابل هتقعد تعدل عليه وهتديك في تحديثات قويه جدا. فاذا انا شايفها من اهم مميزات الموبايل، مش خالص ان هي ممكن تكون عيب. ولسه في نوتش في 2023 بالعكس عرفوا يستغلوها كويس جدا. فدي اول نقطه ممكن يتفوق فيها الايفون 14 برو ماكس عن الايفون 13 برو ماكس. ومش بس كده، خليني اقول لك ان حوافل الشاشه كمان الخاصه بالايفون 14 برو ماكس هتكون اقل نسبيا من الايفون 13 برو ماكس، وبالتالي هتاخد تجربه مشاهده هتكون افضل. زي ما قلت لك في بدايه الفيديو بتكلم معاك من واقع استخدامي
مش من واقع ارقام خالص. يعني انا ممكن اجيبها لك بنسبه الارقام ونسبه استحواذ الشاشه، ولكن انا هقول لك الحاجات الملموسه جدا، لان انا عكس كتير جدا من المراجعين اللي قالوا للاسف. انا لو شايف ان انت معاك 13 برو ماكس مش محتاج خالص ان انت تروح لل 14 برو ماكس. صدقني وعن تجربه شخصيه انا بقول لك فعلا الموبايل يستاهل ان انت تروح تشتريه. وخلي بالك ان ده ابديت في خلال سنه واحده مش بعد 10 سنين، فبالتالي بعض الفروقات اللي انا بقول لك عليها دلوقتي دي هتكون ممتازه جدا بالنسبه لك وتستاهل ان انت تجيب الموبايل. والمفاجاه الاكبر اللي هقول لك عليها في نهايه الفيديو ليه يستاهل انك تروح تجيب ال 14 وما تجيبش ال 13. طيب ده بالنسبه للحاجات الخفيفه الخاصه بالشاشه، لكن لو بصينا بعد كده هنلاقي الشاشه هنا 120 هرتز، هنا هنلاقي الشاشه 120 هرتز. ولكن النقطه برضو لل 14 برو ماكس بتفوق فيها ان نسبه سطوع الشاشه بتوصل لحد 2000 نتس تحت ضوء الشمس، ولكن الايفون 13 برو ماكس بتوصل لحد 1200 نتس بس. فتخيل ان في 800 نتس فرق تقريبا في قوه سطوع الشاشه، فلك ان تتخيل تحت ضوء الشمس ده ممكن يفرق معاك قد ايه. فبالنسبه للشاشه بس، هل انت شايف ان دي فروقات بسيطه ممكن تتغاضى عنها؟ ومن ضمن الحاجات اللي للاسف لاحظتها في شاشه ال 13 برو ماكس ان لو انا قافل الاضاءه تلقائيا الموبايل مثلا بيعلي ويوطي الاضاءه لوحده. برضو الاضاءه اول ما الموبايل بيبدا يسخن معاك بتلاقي الشاشه بدا الضوء بتاعها يقل لوحده. ممكن يكون المعالج هو اللي بيتحكم في حاجه زي دي، ولكن انا لسه ما شفتهاش مع الايفون 14 برو ماكس ان الشاشه ممكن تكون بتطفي لوحدها. هنبدا بالنقطه الاسهل بعد كده وهي البطاريه. عايز اقول لك ان انت مش هتلاقي فروقات خالص في البطاريتين، يعني سواء ال 14 برو ماكس او ال 13 برو ماكس تقريبا نفس قوه البطاريه، مش هتحس فرق خالص الا اذا كان معالج الايفون 14 برو ماكس اللي هو الاي 16 بيونيك عكس الاي 15 بيونيك الخاص بال 13 برو ماكس. فخليني اقول لك ان البطاريه الفرق هيكون طفيف جدا، وفعلا هنا في تقارب جدا جدا بالنسبه للبطاريه، نفس سرعه الشحن واحده، فمش هتلاقي اختلافات خالص. ممكن يكون في نص ساعه زياده. طيب هنيجي للنقطه اللي انا لسه موضحها قبل كده، وهما الموبايلين الاثنين بيجوا ب 6 جيجا رام، لكن الايفون 13 برو ماكس بيجي بمعالج اي 15 بيونيك، ال 14 برو ماكس بيجي باي 16 بيونيك. تقريبا فرق القوه حوالي 20% بين الموبايل ده والموبايل ده. خليني اكون صريح معاك اقول لك ان انت فعلا مش هتحس ببعض الفروقات بين الموبايلين، لان فعلا الموبايلين الاداء بتاعهم قوي جدا جدا جدا. ولكن هتحس بالفرق فين؟ لان بعض الناس بتقول لك الموبايلين ما يستاهلوش انك تعمل ابديت من الموبايل ده للموبايل ده. خليني اقول لك ان المعالج بيفرق معاك جدا لما بتيجي تستخدم الكاميرا في معالجه الصور. بيفرق معاك جدا لو انت مثلا بتلعب على الموبايل في انه بيعالج معاك موضوع السخونه بشكل ملحوظ جدا. حاجات كتير صدقني المعالج معنى ان هو احدث لازم هتشوف فرق في الاستخدام، ولكن مش بالفرق القوي جدا عشان اكون صادق معاك. تعالوا بقى نيجي للنقطه اللي بعد كده واللي تهم كتير منكم وهي الكاميرات. عشان نجرب بقى ال 14 برو ماكس وال 13 برو ماكس، طبعا انتوا لو شفتهم كده مش هتقدروا تحددوا، فلازم الف الموبايلين زي ما احنا شايفين كده مع بعض عشان تقدروا تحددوا من خلال النوتش. طيب احنا عايزين دلوقتي ناخد صور سريعه للكاميرا بتاعته ونشوف هل الاداء بتاعها فعلا يستاهل ان انت تعمل ابديت وتروح لحاجه اعلى ولا لا. وطبعا لان انا دلوقتي بصور الفيديو حاليا انا لوحدي، فجبت صديق ليا الكابتن احمد هو اللي هنستعين بيه في تصوير الفيديوهات. تعالى كده معايا يا كابتن احمد. النهارده الكابتن احمد هو اللي هيكون ان شاء الله معانا واحنا بنصور، وهناخد معاه تجربه الصور كامله دلوقتي. ويلا بينا ندخل على طول نشوف الصور. خليني اقول لك مبدئيا كده، انا كواحد من الناس كاستخداماتي ممكن يكون ليا قنوات على السوشيال ميديا او ممكن يكون ليا ميول اكتر مثلا انا بحب استخدم الكاميرات. خليني اقول لك ان الكاميرات هنا واحده من اقوى النقاط اللي تخليك تروح تجيب الايفون 14 برو ماكس وانت مطمن. هتقول لي ليه؟ هقول لك مش عشان بس هي 48 ميجا بكسل. الموضوع يا جماعه مش بيقف هنا. الايفون 13 برو ماكس اول ما تميز بيه هو وضع السينماتيك مود، ولكن هنا في الايفون 14 برو ماكس تقدر تصور على السينماتيك مود او وضع البورتريه اللي بيبقى عامل عزل وراك وبيبقى مركز عليك انت لوحدك. هنا بتقدر في ال 14 برو ماكس تصور لحد 4K، ودي نقطه قوه في الموبايل. خليني اقول لك انت فعلا هتلمسها جدا جدا لو بتستخدم الخاصيه دي. طيب هل لحد هنا بس الموضوع بيخلص؟ بالعكس، خليني اقول لك ان في كل ظروف الاضاءه الايفون 14 برو ماكس هيتفوق تماما. في بعض الصور اللي بتكون بالنهار ما حبيتش اقدم لك صور بالنهار، لان لو انت عايز تختبر اي كاميرا ما ينفعش تصور بيها نهائي بالنهار، لان فعلا كل الكاميرات بيكون ادائها كويس. هنا عندك في ال 14 برو ماكس تقدر تصور في زوم في 1x 2x 3x، ولكن في الايفون 13 برو ماكس هتصور في ال 1x وال 3x، ولكن ال 2x هتلاقيها مفتقده معاك. فخليني اقول لك ان موضوع ال 48 ميجا بكسل مش بس مجرد رقم، ولكن انت هتكون واخد قوه في الكاميرا ملحوظه جدا حتى في تصوير الزوم. هل هنا بس بيقف موضوع الكاميرا؟ خليني ارجع واقول لك ان حتى الكاميرا الالترا وايد هنا موجوده في الموبايل، الزاويه بتاعتها اوسع، وبالتالي بتقدر تاخد معاك نسبه ضوء اقوى بتدخلها داخل الصوره، فبالتالي بتاخد صوره افضل بكتير وفيها تفاصيل افضل بكتير.
لحد هنا الكاميرا بتقف. برضه هرجع واقول لك لا، لان عندك هنا تصوير الرو في الكاميرا الايفون 14 برو ماكس فعلا متميز لابعد حد ممكن تتخيله. طيب ايه هو التصوير الرو؟ لبعض الناس اللي ما تعرفش التصوير الرو خليني اقول لك كده سريعا. انت بتاخد صوره خام ما فيهاش اي الوان خالص، المعالج ما بيطلعلكش الوان فيها، ولكن انت بتاخد صوره كامله. صح بتكون مساحتها كبيره، ولكن بتاخد صوره لو حاولت تلعب فيها في المونتاج او في الالوان بتاعتها او في تصوير الفيديوهات ايا يكن، تقدر تاخد معلومات كامله وتقدر تطلع الصوره زي ما انت شايف بعينك بالظبط. يعني بتاخد اقرب مثال للحقيقه. فتصوير الرو في الايفون 14 برو ماكس متميز جدا 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 جدا. ومش بس كده، وكمان عندك المثبت البصري في الايفون 14 برو ماكس اقوى بمراحل. يعني انت لو بتصور على ال 14 برو ماكس او على الايفون 13 برو ماكس هتلاحظ فرق المثبت البصري، سواء مثلا في ال 14 برو ماكس انه هيكون اعلى من الايفون 13 برو ماكس. تعال بقى للنقطه اللي اقوى من كل ده اللي هقول لك عليها النهارده. انت لو بصيت وليكن عندنا في مصر، اسال على الايفون 13 برو ماكس هتلاقي متوسط سعره مستعمل في حدود ال 35 ل 37 لو حالته فعلا ممتازه جدا، زي ما قدمت في فيديوهات كتير تقدر ترجع وتشوفها. لو هتجيب الموبايل جديد متوسط سعره من 45 ل 47 الف جنيه، وده طبعا بيختلف من مكان لمكان. لو جيت بقى بصيت للايفون 14 برو ماكس عندنا في مصر تلاقي متوسط السعر بتاعه حوالي من 48500 لحد 50000 جنيه بحد اقصى. فخليني اقول لك، هل ال 2000 او 3000 الفرق في سعر الموبايل فعلا يستاهل انك تروح تجيب الايفون 13 برو ماكس وما تجيبش ال 14 برو ماكس؟ صدقني المعادله محسومه بنسبه 100%. يعني المعادله رايحه لل 14 برو ماكس بكل المراحل، سواء في سعر، سواء في اداء، سواء في تكنولوجيا احدث، سواء في كل حاجه. صدقني الموبايل يستاهل ان انت تعمل ليه ابديت. طيب دي كانت مراجعه بسيطه جدا لاهم الفروقات بين الموبايلين حبيت اقول لك عليها. لكن لو حد فيكم حابب مراجعه مفصله سواء عن الايفون 14 برو ماكس او ال 13 برو ماكس، ونقدر ننزل نجرب كاميراتها في الشارع ونشوف بقى المثبت البصري ونشوف مثلا قوه العزل فيه ونشوف الموبايلين في الاداء بتاعهم تحت استخدام الالعاب، هل لو ضغطنا على الموبايلين ايه اللي ممكن نشوفه من الموبايلين، سيب لي في الكومنت وهقدم لك مراجعه مفصله لكل موبايل منهم، عشان برضو انت تكون قدرت تقرر من جواك انت عايز تجيب انهي واحد في الاثنين. وبكده نكون وصلنا لنهايه الفيديو. استنوا مني حاجات الفتره اللي جايه هتكون قويه جدا جدا جدا. مع السلامه.